السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المساعدات الخارجية الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية اتجاه الشعوب الأقل حظاً. ولا ترتبط المساعدات الخارجية الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات. ويعد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه رمزاً للعمل الإنساني لما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء، والتي عززت من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني والتنموي، حيث أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في عام 1971 صندوق أبو ظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء في الإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم. كما أنشأ في عام 1992 مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي أمر بتوجيهها منذ عام 1971 حتى عام 2004، واستفادت منها 117 دولة نحو 90.5 مليار درهم. ومنذ عام 1971 وحتى عام 2014 بلغ إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة 178 دولة. كما بلغت قيمة هذه المساعدات نحو 173 مليار درهم. وتراعي دولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب والحد من الفقر والقضاء على الجوع وبناء المشاريع التنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدول المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تجسد هذه السياسة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقاً عملياً لثقافة التسامح والتعايش التي تتبناها الدولة. ومع مرور الوقت أصبح العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة أسلوب حياة يمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكاً حضارياً تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل. وقد بلغت المساعدات التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 فقط نحو 29.75 مليار درهم بنسبة 92% من إجمالي المساعدات لدولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك العام. ورغم أن دول العالم قد عانت في عام 2020 من أكبر كارثة عالمية وهي جائحة كورونا التي امتدت آثارها إلى عام 2021، ذلك العام الذي عزمت خلاله دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة الجيدة والمدن والمجتمعات المستدامة، وعقد الشراكات من خلال مساعدات إنسانية وتنموية بلغت قيمتها نحو 9.4 مليار درهم. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت عدة مبادرات لتسهيل نقل وتوزيع مئات الملايين من لقاحات لفيروس كوفيد-19 حول العالم، أهمها مبادرة ائتلاف الأمل ومبادرة مركز طيران الإمارات لتخزين وتوزيع اللقاح، وتحالف دبي اللوجستي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19، ودعم مبادرة كوفاكس ومبادرة الهلال الأحمر وطموح المشتركة. ومنذ عام 1971 وحتى عام 2021 بلغ إجمالي المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 90 مليار دولار، وصلت إلى أكثر من 175 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم، منها 50 دولة من الدول الأقل نمواً. واليوم يتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية تغطي مساعداتها كافة دول وشعوب العالم. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للإنسانية وعمل الخير، ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ أسس العمل الإنساني وإكسابه صفة الشمولية.
بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يمتد إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، الأمر الذي جعل دولة الإمارات تأتي دائما في صدارة الدول والجهات المانحة للمساعدات الخارجية، وهو ما يتماشى مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، حيث تصب المساعدات الخارجية الإماراتية في مجالات ذات أولوية كالقضاء على الفقر ودعم الأطفال، بالإضافة إلى البرامج القطاعية العالمية كالنقل والبنية التحتية وتعزيز فعالية الحكومات وتمكين النساء والفتيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.